جميع المشاهدين. اليوم نديرو تتمة ديال الفيديوهات السابقة. كما قلنا قبل درنا الفرق ما بين الجسيم وما بين الموجة، وبأن الضوء عبارة عن موجة وجسيم أو ميم طون، وقلنا بأن الضوء تيتم السلوك، تيدير واحد السلوك عبارة عن جسيم إلا كنا تنراقبوه عند التجربة، ولكن إلا ما كناش تنراقبوه تيدير سلوك موجي. وفي خلال هذا السلوك الموجي عاوتاني الضوء عندما تيكون عبارة عن موجة، تما فاش عرفنا بان الفوطون ما يمكنناش نديتيكتيوه في واحد البلاصه في واحد لو طون بارابور لو طون. علاش؟ لان عنده واحد السرعه اكثر من سرعه الضوء كما قلنا في الفيديو اللي سابق، وبان ممكن البروتون الفوطون يكون في دو بلاص او ميم طون، يعني يكون في جوج بلايص في نفس الوقت، يعني في لا زمن. وهذا هو من بطاقه نظريه ديال ميكانيكا الكم اللي دابا حاليا تيكتشفوا باش يديروا حاسوب كمومي الذي يكون خارق للعاده لاكتشافات تاريخيه في التاريخ البشريه. وغادي نديروا دابا تتمه باش نكملوا في الميكانيكا الكم ونزيدوا نشرحوا شي امور، وعاد ندخلوا بالنسبه للحاسوب الكمومي. دونك دابا كاين حتى التشابك الكمي كما تشوفوا معنا، هذا تيعتبر كتشابك كمي. التشابك الكمي زايد على، يعني بحال تيقولوا تشابك الشبح. انتم كما تشوفوا عندنا واحد لي دو بروتون لي دو فوتون يعني في دو بلاص او ميم طون، ولكن تتلقى مثلا باش نعرفوا الفرق ما بيناتهم ما بين يعني الفوتون اللي هو راه فوتون واحد كاين في دو بلاص، ولكن باش نفرقوا بيناتهم درنا بان واحد يقدر يكون بلوس وواحد موان، ياك؟ وواحد يكون متجه للاسفل وواحد متجه للاعلى كما تشوفوا معنا. الدوران المغزالي تيتسمى على المستوى ديال ميكانيكا الكم، يعني تيكون الكترون هنا والكترون هنا ولكن او ميم طون، يعني في دو بلاص او ميم طون وما بيناتهم واحد الترابط. هذا هو تيتسمى التشابك الكمي. وها كما تشوفوا معنا هنايا التجارب اللي تنبين لكم، هذا راه تقريبا بحال وثائقي وتنشرحها انا بالتدقيق، يعني هاد النظريات معقده تنشرحهم بالتدقيق. هانتوما كما والعلاقه ديالهم بالعلاقه الرياضيه ديالي اللي اكتشفت. هانتوما كما تشوفوا معنا هنا لي يعني او ميم طون، يعني الفوتون في دو بلاص او ميم طون، ولكن واحد عنده اتجاه باش نفرقوا ما بيناتهم، واحد عنده السهم اتجاه الاعلى واحد اتجاه الاسفل. هاكاك كما دابا الى فهمتوا معايا يعني مباشره، يعني الانتقال اسرع من الضوء. راه كما قلت لكم هذه القضيه التشابك الكمي وهذا الميكانيكا الكم يعني في اللا زمن. وهنا فين تدخل لي كالكول ديال الاحتمالات مثلا في المجال ديال المستوى الذري والكمومي. وهذا هو لا ميستير اللي كاين، يعني باش يكون واحد البروتون في دو بلاص او ميم طون، راه شي حاجه اكسترا اوردينير، وهي اللي ساهمت باش بنادم يكتشف الحاسوب الكمومي وفيزياء الكم، يعني هي ميكانيكا الكم اللي تنهضروا عليها دابا. ميكانيكا هذا هو الحاسوب الكمومي. كما تشوفوا دابا غادي نعرفوا الفرق ما بين الحاسوب الكمومي والحاسوب العادي. دونك هنا دابا كما تشوفوا معنا الحاسوب الكمومي، الحاسوب العادي ممكن حيت يبغي يقرا واحد البيانات على ما تيقراهم عباره باش تكتشفهم عباره عن 0 و1، يعني لا باز بينير كما تشوفوا معنا 0 1 0 1 0. هذه هي باش يكتشف هو البيانات، وتيدير تجارب بزاف باش يعطينا واحد النتيجه. يعني تيقدر ياخذ بزاف الوقت باش يعطينا واحد لي كالكول وواحد الحسابات. وهادو هما لي لونغاج اللي يعني حاسوب كيفهم بهم المعلومه اللي تنوصلوا له. هما 0 1 هذه لا باز بينير، وكاين بليزيور باز، كاين لا باز اكزاديسيمال، لا باز 8، لا باز 10، ولكن لا باز بينير هي لا باز، هي اللي بداو بها في الاول، وهي تعتبر بالنسبه يعني السيستم ديال الحاسوب العادي. اما الحاسوب الكمومي باش يتحسب بالكيوبيت، ما تيبقاش هذيك 0 1. يعني شنو هو الكيوبيت؟ هنا فين ندخلوا ميكانيكا الكم اللي كنا تنهضروا عليه قبيله. قلنا الفوتون ممكن يكون في دو بلاص او ميم طون، وتا الكيوبيت اللي دايرينو دابا الحاسوب الكمومي، يعني هذا الكيوبيت هذا شنو هو؟ تيقول لك بان ديك البلاص ديال الزيرو تشوف انت مثلا هي زيرو، راه ممكن في هذيك البلاص او ميم طون يكون زيرو ولا واحد، اما واحد ولا زيرو، ماشي يعطينا بزاف الاحتمالات ويجرب وكذا. لا، في الكيوبيت في الحاسوب الكمومي تعطينا اما زيرو ولا واحد او ميم طون، يعني زيرو ولا واحد او ميم طون في كل كيوبيت. هذا هو الفرق ما بين الحاسوب الكمومي والحاسوب العادي. وهنا فين يكون يعطينا واحد السرعه خارقه في البيانات، ولا بغى بنادم تيختار. ولكن
الاشكال الذي يكون في الحاسوب العمومي هو يمكن له يخترق جميع البيانات اللي كاينين في